مصر صنعت طياره في الستينات. في ناس اتفاجئت من المعلومه وناس شككت فيها وناس ثالثه ما كانتش مقتنعه اصلا ان مصر صنعت طياره. تصدق وتؤمن بالله؟ هتصدق ان شاء الله. مصر طلعت بتصنع طيارات فعلا، واعلنت في سنه 2021 انها صنعت اول طياره بدون طيار. وايه بقى، مش بخبراء اجانب ولا مساعدات من بره ولا الكلام ده، المره دي الطياره مصريه 100% تنفيذ وتصنيع، وسموها نوت. طب هو ايه الاسم الغريب ده يا ابو فرج؟ نوت ده يا سيدي كان رمز لاله السماء عند المصريين القدماء، واختاروا الاسم ده علشان ياكدوا ان الطياره مصريه صرف. واتعرضت لاول مره في المعرض الدولي للصناعات المصريه والدفاعيه ايدكس سنه 2021، وهي طياره مخصصه لاعمال الاستطلاع، بتحدد الاهداف، بتراقب الحدود، وبترسل المعلومات لحظيا لمراكز القياده على الارض. وانظمه الملاحه بتاعتنا متصله بالاقمار الصناعيه، وفيها كمان كاميرا كهرومغناطيسيه تلفزيونيه ورقميه. والميزه بقى في الطياره دي انها مصنوعه من مواد مركبه، والمعدن فيها قليل جدا، يعني محتاجه منظومه اداريه متطوره جدا علشان